والله يا معتز، انت لو بعت 1000 سؤال انا هرد عليك. I'm so proud of you. والله. بص، هو انا شخصيا كرانيا، انا معتقده، او في وجهه نظري الشخصيه، ان اي حد عادي لينا طرق مختلفه في طريقه التفكير، في طريقه التعلم وهكذا. ولكن انا شخصيا انا بحب اشوف مصادر مختلفه، انا ما بحبش اسمع المعلومه من مصدر واحد. يعني اعتقد لما بهتم بتوبيك معين بعمل ريسيرش عليه في كل المصادر اللي نزلت عنه. فانا اوريدي في التريدنج انا ذاكرت اغلب الناس اللي اتكلمت عن التريدنج الاجانب كلهم. والله العظيم كلهم بلا استثناء، وفهمت المايند سيت بتاع كل حد فيهم. حتى لما جيت اوريدي ابتديت بالفعل تريدنج بقى بعد ما سمعت من مصادر مختلفه، وابتديت اكون الاستراتيجي بتاعتي، بقيت بدخل على البروكرز اللي عندهم فكره الكوبي تريدنج، بذاكر التريدز بتاعت الناس الاليت تريدرز اللي هو الناس بتعمل لهم كوبي، عشان اشوف طريقه تفكير كل واحد عامله ازاي. فانا من وجهه نظري الشخصيه ما ينفعش تكون بتعتمد على مصدر واحد، لازم تسمع من مصادر مختلفه. انا عشان اوصل للاستراتيجي اللي انا شغاله بيها حاليا، انا ذاكرت كل الناس اللي بتتكلم عن السمارت ماني، ذاكرت كل الناس اللي بتتكلم بكونسبت الترند فولوينج، الناس اللي بتتكلم بكونسبت المين ريفرجن او المتوسطات الجماعيه، الناس اللي بتفكر بكونسبت الفيبوناتشي، الريفرسال، الكلام ده كله، كل الكونسبتس، لحد ما توصلت ان ولا واحد فيهم كفايه، وان انا لازم ادمج الاثنين مع بعض. يعني اكون ممكن اشتغل ترند فولوينج بس اكون ببص على الماركت من الاربع مرايات بتوعه، كانك سايق عربيه، ما ينفعش تبقى شايف مرايه واحده، ما ينفعش تبقى باصص قدام بس ومش شايف ورا ولا يمين ولا شمال، فلازم تبص على الاربع نواحي. دي الحاجه اللي لازم تحطها في دماغك، لازم تبص على الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي، لازم تبقى شايف الاربع نواحي، ولكن تبقى شايف الاربع نواحي بالمرايه الصح. يعني ايه؟ يعني الاربع نواحي دول اللي بيتداول في الماركت هو 2 مؤسسات وافراد. فالصح ان انت ما تبقاش شايف الحركه السعريه اللي بتحصل من كل هب ودب، لا، تبقى شايف المومنتم والترند والفوليوم والفولاتيليتي، ولكن من الحركه الحقيقيه، الحركه اللي بتيجي من المؤسسات. فده اللي خلاني بروفيتبل تريدر، ده اللي خلاني اوريدي حتى لما عملت البوت بتاعي دلوقتي الوين ريت بتاعه زي 72.5 او 73%. برضو ما تصدقش حد بيقول لك انا الوين ريت بتاعي 100%، ما فيش حد الوين ريت بتاعه 100%. لو حد الوين ريت بتاعه 100% يبقى ما بيقفلش الصفقات الخسرانه. وده حاجه من الحاجات اللي انا ذاكرتها او شفتها اليت تريدر بيعملوها. الناس اللي موجوده، الناس، لان انا كنت اليت تريدر، الناس كانت بتقابل الصفقات بتاعتي، فلقيت ان الناس كلها بيسيبوا الصفقات مفتوحه عشان يفضل الوين ريت بتاعهم عالي. لكن يا فرحتي ان الوين ريت بتاعي عالي، لكن البروفيتس بتاعتي قليله. واعتقد انت شخص ذكي يعني وهتقدر تفهم ده.